الله الله على الجمال. كنافه دي ولا ايه يا جماعه؟ من زمان ما عملناش حاجه مسكره بقى، حاجات رمضان بتاعه الكنافه والجلاش والحاجات دي. تعالوا هنعمل صينيتين كنافه اقتصاديين. يعني ايه اقتصاديين؟ يعني هو كيلو كنافه ب40 جنيه، هتعملي صينيتين حلوين قوي وشكلهم جميل وطعمهم احلى كمان بالشكل ده. شايفين شكل الصينيه عامله ازاي؟ تحفه. هنعمل صينيتين بكيلو كنافه واحد، وهتطلع معاكي بقى الطعم والشكل والريحة حكاية بالشكل المنظر العظمة اللي قدامكم. نبدأ كده ونقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو لو عجبكم الفيديو، وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. هنعمل الشربات الأول عشان شربات الكنافة لازم يكون بارد. هنحط كوبايتين ونص من السكر وعليهم كوبايتين ميه. الكوبايه اللي هتعايري بيها هي عايري بيها السكر والميه. كوبايتين ونص من السكر وعليهم كوبايتين ميه، ومعلقه كبيره من عسل الجلوكوز. حطيهم مع بعض كده يغلوا على النار. بعد ما يغلوا، لما يغلوا اعصري نص ليمونه وكيس من الفانيليا او نص معلقه من الفانيليا، وسيبيهم بقى 5 7 دقايق كده وتطفي النار وتركنيه جانبا كده يبرد. يبرد تماما. يعني ممكن تعمليه بدري قبل ما تعملي الكنافه حوالي بساعه كده ولا بساعتين عشان يبرد خالص. عندي بقى كيلو كنافه مجمد انا مطلعاه من الفريزر وحطاه، كنت يعني جبته وحطيته عشان يجمد. لما اجي اقطعه يكون ساهل بالشكل ده. بصي مجرد ما تلطي الكيس كده والكنافه مجمده بتروح متفروده معاكي بالشكل ده، بتتفرك بكل سهوله، تتقطع معاكي سهله جدا، ولا محتاجه بقى ولا كبه ولا حاجه. اهو افركيها كده بالشكل ده. هنقطع بقى الكيلو كله. اللهم بارك، هعمل منه صينيتين حلوين جدا اهيت. هنحط عليها ايه بقى؟ كده فركت الكيلو كله او قطعته، هنحط عليهم 4 معالق من السكر البودره. 4 معالق كبار من السكر البودرة. قلبي بقى السكر البودرة كده، خليه يتدخل في الكنافة. طبعا الكنافة مكان التلج مندية كده، فهيلزق فيها السكر البودرة يعني كويس اهوت كده. بعد كده خلاص عندي بقى سمنة انا مسيحاها، سمنة صفرة. انا بحب اعمل الحلويات بالسمنة الصفرة زي ما انتوا شايفين كده، او الزبدة الصفرة. يعني لو عندي بيضة لازم يكون عندي الصفرة دي للحلويات. بحس ان هي لونها وشكلها وبتدي لون حلو قوي لأي حاجة حلويات، وبيبقى طعمها كمان اخف بكتير من اللي هي البيضة. تمام. فايه، انا حطيت كوبايتين من السمنة. السمنة انا مسيحاها يا دوب دافية كده. حطيت عايرت كوبايتين لكل نص كيلو من الكنافة، كوباية مليانة. وكمان لما بتحطي السمنة بتكتري شوية كده للكنافة والحلويات الشرقية، بتكون حلوة وبتدي نتيجة هايلة في الاخر. يعني ما تستخسريش السمنة في الاخر. خلاص حطينا كوبايتين، وحاولي بقى تفركي الكنافة دي وكل الكنافة تشرب السمنة بتاعتها كده اهي. كده كده تمام خلاص زي الفل. عندي بقى الصواني بتاعتي، صينيتين مقاسهم حلو كده اللي هم بتوع الطقم الواحد كده، اللي هم الاتنين الكبار. وحطي سمنة كتير في الصينية زي ما انا حاطة كده. تمام. حطي 3 4 معالق وما تقوليش كتير. عارفين بقى السمنة دي هتحمر الكنافة من تحت، هتحسي ان هي مقلية كده. هننزل بطبقة متوسطة من الكنافة في حرف الصينية الاولاني. خلاص انا هعمل معاكم صينية واحدة والتانية هعملها عشان بس وقت الفيديو. هفرد طبقة يعني بسيطة عشان عندي حشوة هيت. عندي زبيب وجوز الهند وبندق، وانا طحنه كله كده مع بعضه ومقلباه على بعض كده، وسوداني مع بعض. فهفرش فرشة حلوة كده من المكسرات. لو ما عندكيش ما تحطيش عادي، وبتبقى جميلة وطعمها حلو كمان. بس انا كان عندي بصراحة الكيس في درج التلاجة من رمضان، فلقيته فيه بقى من خيرات الله، فطلعت بقى طحنت منه وعملت الحشوة بتاعة الكنافة. هنا بقى الكنافة مكان ما حطيت عليها السكر والسمنة وهي ساقعة من الفريزر، فبصوا مجرد ما تحطي تضغطي عليها كده تمسك زي الحديد زي ما انت عايزة كده. يعني زي ما انت شايفة كده. يعني هي مش عايزة صينية وتضغطي بيها ولا اي حاجة، بايديكي بس بكف ايديكي واضغطي من كل الجوانب، وخليها بقى ايه مية واحدة كده مستوي. يعني ايه السطح كله متساوي. هنا سلسبيل جابت واحدة فورمة من بتاعة الكيكة كده وقالت لي اعملي لي هنا لوحدي، بس انا مش عايزاها محشية، فعملت لها دي. في الاخر خالص عندي باقي معلقتين سمنه بقى في الكسرونه كده، فايه ما رضيتش ارجعهم، فحطيتهم على وش الصينيه. وحاولي تدخلي السمنه على الحرف عشان ما تتلسعش من الحرف.
ما شاء الله اللهم بارك، الله الله على هالمنظر. شكله جميل وتحفه. شفتوا الكنافه عامله ازاي؟ طبعا هتحطي الشبكه في النص في الفرن وتولعي من تحت الاول. خدت لون من فوق ماشي، ما خدتش ولعي الشوايه. ولازم يكون تنزلي الصواني تحت عشان تاخد اللون الاحمر الحلو قوي ده. يعني ما ترفعيش الصواني وتولعي الشوايه عشان ما تتلسعش بسرعه. اول ما هتطلع اسقيها بقى بالشربات اللي بارد خالص تماما والكنافه سخنه مولعه. واهم حاجه ان انت تغطيها، اهم حاجه ان انت اسقي الكنافه وغطيها. طبعا السكر اللي احنا حاطينه، السكر البودره اللي احنا حاطينه هيعمل تماسك كده وهتبقى حلوه جدا وهينشفها شويه. مجرد ما غطيتيها هتطرى وسط، يعني هتبقى مقرمشه سنه، مش طريه ولا معجنه ولا حاجه، فيها سنه قرمشه كده وفي نفس الوقت طريه وخطيره جميله يا جماعه. اهي حطيتها بقى، سقيتها الشربات بتاعها وغطيتهم الاتنين على الرخامه بالظبط 5 دقايق. تعالوا نقلب بقى كده ونشوف الشكل. اهي ما شاء الله، بصوا جميله جميله. لو محتاجه بقى ريحه شربات ولا حاجه اديها كمان معلقتين من فوق كده زي ما انتوا شايفين، اديها معلقتين. ايوه كمان اهي حسيت ان هي دلع سنه او الشربات ما وصلش لتحت، فهنسقيها بقى من الناحيه التانيه وكده تطلع عندك احلى كنافه، احلى حاجه حلوه عملتيها باقل تكلفه. تعالوا ندوق بقى في الاخر. بصي هتاخدي القطعه كده متماسكه وحلوه قوي، والحشوه بتاعتها جميله وماسكه فيها مش مفروله ولا حاجه. وادي الكنافه ما شاء الله. كلي بقى احلى صينيه كنافه، والصينيه التانيه بقى هدي بيها لحبايبك. وصلتوا بقى معايا لحد هنا، ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، دعم منكم. ربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. شفتوا بقى الكنافه جميله ازاي؟ يعني مجرد ان انت تقطعي حته كده وتقعدي تدوقي ما شاء الله تاكلي خرطه كبيره قد كده، تاكلي نص الصينيه من حلاوتها ومن جمالها. وبعدين انت بتحطي بقى السكر المناسب بالنسبه لك والمكسرات اللي بنحبها، وحلوه قوي قوي، يعني مش غرقانه في السكر زي اللي بنشتريها جاهزه. وزي ما قلت لكم كده فعلا الحلويات بقت غاليه موت بره، يعني تقدري تجيبي كيلو كنافه زي كده هتعملي احلى حلويات او احلى صينيتين حاجه حلوه ما شاء الله باقل تكلفه. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد.